نكمل مع تحضيرات رمضان. اليوم جبت لكم عجينة البيتزا لتحضروها وتخبوها في المجمد لغاية الاستعمال، يعني لغاية شهر رمضان. عجينة بدون بيض بدون زبدة، من أنجح الوصفات وتعطي كمية كبيرة، أقل من كيلوغرام من الفرينة. تحصلي على كامل هذه الكمية أكثر من 25 قطعة. فرجة السلام ممتعة عليكم، السلف الأول، مرحبا بكم في قناتي كويزين كاينة جرجرة. نكيل بهذا الكوب تاع 240 مليلتر. هذا الوصفة نحضروها في مرحلتين. دونك في المرحلة الأولى نخلطوا كوبين من الفرينة، ربع كوب سكر، نصف كوب حليب غبرة. البنات ضروري جدا في هذا الوصفة، حليب الغبرة يعطي نتيجة رائعة. مغرفة ونص من الخميرة الفورية. أنا حبيت نكهة هذه العجينة بالأعشاب العطرية، يمكن تعوضوه بالنعناع اليابس أو ما كان له إلا ما تحبوش هذا نوع من الأعشاب. ونضيف كوبين من الماء يكون دافئ، يعني ما يكونش سخون بزاف ما يكونش بارد، يعني حامي دافئ. نخلط هذا المكونات في الأول البنات، خلطوا ملاح الملاح حتى تحسوا أنه هذا المكونات جنسوا تماما. صدقوني هذا الوصفة البنات إلا حضرتوها وخبيتوها في المجمد، نهار تجبتوها وتحضروا بها البيتزا تقول أنكم حضرتوها لجوما. نخلي هذا الخليط يرتاح حوالي 5 دقائق. بعدها نوليو نكملوا باقي المكونات. بصح البنات في هذه الأثناء شعل الفرن تاعكم يسخن مليح، لأنه ما راحش نخلي هذه العجينة تخمر. ولا نضيف نصف كوب زيت، يمكن زيت الزيتون، يمكن تخلطوه أو حتى المارغرين، مع مغرفة صغيرة من الملح المحسن الطبيعي اللي عودتكم عليه هو الخل، مغرفة كبيرة أو 2 مغارف صغار. نخلط هكذا حتى المكونات هذو تجانس كما لاحظتوا. ما درناش البيض لهذا العجينة. قلت لكم الزبدة اللي ما تحبش ريحة اللي ما عندهاش زيت الزيتون، إنما بزيت العادية صنغو تجي مليحة. نضيف المكونات الأخرى، هي مقادير مضبوطة: 3 أكواب أو 3 كيلات من الفرينة. الفرينة طبعا هذه تكونوا غربلتوها مسبقا. نضيفها دفعة واحدة لهذا الخليط. هذه الوصفة البنات مقاديرها مقادير تاعها مضبوطة، تبعوها أكيد راح تنجح معكم. يمكن تضيفوا في الأخير مغرفة مغرفتين، لأنه الفرينة تختلف من نوعية الأخرى. بصح إن عندكم نوعية مليحة تاع الفرينة البنات حاولوا تشريو نابورت كال مارك، المهم تكون من النوعية المليحة أو النوعية الممتازة. لا نلم هذه العجينة، هذا هنا تبان لكم طرية. هذا هو القوام المطلوب البنات، لأنه بعدها راح تنشف وتتلم وحدها بدون ما تضيفوا. ما تخافوهاش، أنا زدت غير مغرفة، نص مغرفة صغيرة، غير باش نلمها وشوفوا القوام تاعها. يعني بعد ما لميتها راهي طرية. مقادير عطيت لكم مقادير مضبوطة. هذه العجينة واش راح ندير دوكا؟ نحطها في البلان دو ترافاي أو حتى في العجانة، عجنوها شوية حوالي 5 إلى 10 دقائق. هذا مكان في العجانة ما راحش تدي وقت، حوالي 3 دقائق ل4 دقائق لا أكثر. مباشرة نحطوها فوق البلان دو ترافاي، بيان سور ديروا له الفرينة هكذا ما تلصقش. بصح ما عندي كمية كبيرة، نقطعها على زوج بعدها، حتى الجزء الثاني نحي منه نص، نخدم غير بشوية هكذا نحافظ عليها وما تنشفش. تبعوا مليح البنات، لانه راح نقول لكم طريقه الطهي، الطريقه الصحيحه اللي نخبيو بها او بيان نحتفظوا بهذا العجينه في المجمد يعني مده طويله. الى لحقتوا لهذا المرحله من الفيديو خبرونا من اي ولايه راكو تتبعوا فينا، وطمنونا عليكم على الرياح هذو اللي راهم دايرين حاله فريمون. ربي يستر. بعد ما بسطناها البنات شوفوا السمك، ما نخليوهاش غليظة وما تخليوهاش رقيقة بزاف، يعني حوالي 2 إلى 3 مليمتر لا أكثر. دايما عاونوها بالفرينة هكذا ما تلصقش وتخدموا ألاز. عندي هذا لومبورت بياس الدائري نشكل هذا البيتزات الصغار، يعني انديفيديوال صغار. هذو هما صغار كامل اللي راح نديرهم، ندير 2 بلاطو منهم، يعني هذو يبغيهم الدراري. كل واحد يزين كما يحب هذا البيتزا. فوالا السنيوة تاعكم دهنوها بشوية زيت أو شوية مارغرين وزيد لها الفرينة.
ندخلوها الفرن. شوفوا البنات، السر يكون هنا، طيبوها مكويسة، كي تشوفوها نشفت يعني تحطوها هكذا يدكم ما يدخلش لداخل، يعني متماسكة، خليوها بيضة هكذا وخرجوها من الفرن، يعني ما تخليوهاش الطيب. أنا البعض درت لهم ثقبتهم هكذا بلا فورشيت، الآخرين خليتهم. دونك درجة الحرارة 200 درجة البنات، سخنوا الملح الفرن تاعكم وشعلوا له 200 درجة غير من التحت، ما تشعلوش من الفوق البنات. هو الجزء الثاني، هنا نكبر شوية هذا القطع. عندي هذا لي امبورط بياس او اي حاجة نتوما عندكم، ديروا بهم او قطعوا بهم هذا البيتزا. هذا هو الشكل الآخر. نكمل قلت لكم هذا البيتزا، هذا العجينة يعني ما شاء الله كمية كبيرة، 950 أو أقل من كيلوغرام من الفرينة، تعطيني كامل هذيك الكمية اللي شفتوها في الأول. نعاون روحنا هكذا بالكوبات، نحطوهم في السنواء. في الأخير درت هذو حجم كبير، غير بغطيوة تاع القدرة، يعني قطعتهم هكذا. كي تحطوهم في الفرن وتشوفوا أنه بداو يتنفخوا، غير بالفرشاة ديرهم هكذا ويطيبوا نورمال. هذه هي النتيجة. شوفوهم البنات، يعني ما شاء الله جو روعة. قلت لكم طيبوهم في اللون الأبيض، ما تخليهمش يطيبوا من التحت وشعلوا غير من التحت، ولا في الرف ما تقربوهمش بزاف لتحت، يعني ديروهم في الطرف العلوي تاع الفرن تاعكم. هذه هي النتيجة. دوك نقول لكم الطريقة تاعي اللي نحتفظ بهم بهذا البيتزا. هذا عجينة البيتزا، عندي البابي كويسة، ندير في الوسط، يعني في الوسط حتى في الأخير نغطيهم هكذا، ونحضر هذا لي ساك تاع لا كونجيلاسيون، وندخل هذا البيتزا بها بالورق تاعها. انا ما نديرش البابي فيلم البنات، يجيني رقيق والنتيجة ما تكونش مليحة. هكذا تحتفظي بهم مدة طويلة البنات. طبعا راح نغلق هذا الساشي ونحطهم في دون دي بوات، ونحتفظ بهم لشهر رمضان المبارك. حتى هذو البنات هذو المتوسطين، ندير نفس النتيجة. ندير شاك فوا ندير بيناتهم البابي كويسون، فيها نحتفظ بهم مليح، فيها غير نخرجهم من المجمد. ما راحش نرمي هذا في البابي كويسون مباشرة، نحطهم فوق البلاطو بهم. فوالا، نورمالمون هذا كل وحدة تفيدنا، يعني الطريقة تاعها اللي تحتفظ بهذا بالبيتزا في المجمد. ان شاء الله ندير لكم وصفة للتارتولات البنات الا تحبوا، الا مازال ما حضرتوهاش. لي سول اللي نخليه بدون بابي كويسون هذو الصغار، هذو نخبيهم غير هكذا. هذا الطريقة فالابل اوسي لعجينة البيتزا او لميني بيتزا بفرينة القمح الكامل. ان شاء الله هذا الفيديو اللي اعجبكم ورضاكم، وتحضروا هذا الوصفة وهذا العجينة اللي هي السحرية، مقاديرها بسيطة ولكن النتيجة روعة. دوك نخبيهم أنا في المجمد. إن شاء الله نصوموا بالصحة والهنا. لايك وتعليق إذا كان كذلك. إذا كنتوا أول مرة تزورونا، دعمونا بالاشتراك. رمضان مبارك. إلى اللقاء في فيديو آخر.